الفيلم بتاعنا النهارده فيلم رعب اسمه 13 سينس. بيبدأ الفيلم بحفل تكريم لدكتور جامعي اسمه أدجار، ولكنه لسبب غير منطقي بدل ما بيقول كلام علمي بيقعد يتكلم عن الأرانب، ولما الست دي بتحاول تنزله بيكسر لها صباعها، وفجأة الناس كلها بتخاف وبتقوم تجري. رجل الأمن بيدخل وبيصوب المسدس ناحيته وبيقول له استنى هفهمك، ولكنه بيضربه بالرصاص. قبل ما يموت كان بيحاول يوصل للموبايل بتاعه ومحدش كان عارف هو بيعمل كده ليه. بعدها نروح لبطل فيلمنا واللي اسمه إليوت، اللي كان بيلبس ومتشيك وهو رايح الشغل علشان كان مفكر انه هيترقى، ولكن لما بيروح هناك المدير بيرفضه. إليوت بيترجاه ان هو يبقى في الشغل وبيقول له انه جاي له طفل جديد، ولكن المدير ما بيرضاش يرجع في كلامه. نفس اليوم بالليل بيكون إليوت خارج بالعربيه بتاعته، بيجي له مكالمه تليفونيه واللي كلمه بيقول له انه يعرف عنه كل حاجه، لانه يعرف عنه معلومات هو نفسه ما يعرفهاش. بيقول له انه هيدخل معاه في مجموعه تحديات مقابل فلوس، لكن إليوت بيرفض. بس الشخص ده بيقول له ان هو عارف انه اترفد من شغله وكمان جاي له مولود جديد. بيقول له اقتل الدبانه اللي في العربيه بتاعتك وهيجيلك في حسابك $1000. وفعلا بيكون في دبانه في قلب العربيه، ولما إليوت بيموتها بيلاقي في حسابه $1000. بيطلع ساعتها من العربيه وبيكون مفكر ان في حد بيراقبه، لكن الشخص بيقول له بطل جنان وارجع العربيه تاني. بيقول له على التحدي التاني وهو ان ياكل الدبانه اللي هو لسه قاتلها، لكن إليوت بيطنش كلامه وما بيرضاش يعمل كده. إليوت بيرجع البيت وبيلاقي ان $1000 فعلا موجودين في حسابه، ان دي مش مجرد رساله وهميه. يطلع المنديل اللي فيه الدبانه وبيبلعها. الشخص اللي بيكلمه بيبعت له $3000.5. بعدها الشخص اللي على التليفون بيقول له هل انت حابب تكمل معانا التحديات ولا لا؟ وده لو انه حب يكمل لازم يعمل كل التحديات الجايه غصب عنه. لو هو حابب يطلع ممكن يطلع من دلوقتي، وبيقول له ان هو لو كمل التحديات دي معاهم هيكسب ثروه. من شروط اللعبه انه ما ينفعش يعرف اي حد والا هيروح في كلبوش. وإليوت بيقرر انه يكمل في اللعبه، ده لانه كان مفكر ان باقي التحديات سهله زي اللي فاتت. ثاني يوم بيكون قاعد مع اسره خطيبته وبيجيله مكالمه من نفس الشخص بيقول له التحدي انه يخلي طفله تعيط وفي المقابل هياخد $5000. إليوت بيسمع كلامه بيروح فعلا يدور على طفله، وبيلاقي فعلا بنت صغيره وبياخدها في مكان بعيد. بيقول لها ان اهلها ما بيحبوهاش وقريب هيودوها دار الايتام اللي هم باعتينه علشان ياخدها. بتخاف البنت وبتعيط وتجري. بيبعت له رساله ان المبلغ اتحول لحسابه، ولكن قبل ما يمشي الست ام البنت الصغيره بتجري وراهم وبتحدف عليهم زباله. بعدها بيروح الكنيسه علشان يجيب والده من هناك، ويجي له موبايل من نفس الشخص وبيقول له التحدي انه يحرق المجسم بتاع الكنيسه، ولكن في شرط تاني وهو ان لازم يحرقه قدام الكنيسه وكمان قدام الناس، مش بس يحرقه وهو مستخبي. هو بيسرقه فعلا وبيروح علشان يحرقه، ولكن هو بيعمل كده النار بتمسك في الستاير وبتعمل حريقه كبيره في الكنيسه كلها. فده بيدوس على زرار الحريق وبيمشي، وبيبعت له رساله $10,000 بتوع اخر تحدي وكده. ده بيقول له التحدي الرابع انه يمشي ورا شحات ويحاول يبدل منه هدومه، ويقول له انه هيبدل الهدوم دي مقابل نعامه، ولكن الشحات ده بيروح ويبلغ عنه. وفي نفس الوقت البنت برضه والدة الطفله بتروح وتبلغ عنه. بالفعل بيعرف يغري الشحات وياخد منه هدومه، بس ده بعد ما بلغ عنه طبعا. بعدها بيقول له على التحدي الرابع وهو انه يعزم جارهم اللي في الدور الرابع على الغداء. وبيشوف ان التحدي ده سخيف وبيطلع، ولكن بيلاقي ان الراجل اصلا ميت. لكن إليوت بيكلم الراجل وبيقول له ان الشخص اللي انت قلت عليه ده ميت اصلا. بيقول له ما انا عارف، لازم ياخده برضه ويعزمه في مطعم هيكسب $50,000. فكروا بانه قال هيكمل في اللعبه وما ينفعش يطلع. بعدها إليوت بياخد الراجل فعلا وبيروح المطعم وبيطلب الاكل، ولكن لسوء حظه بتيجي الشرطه وكمان بتكون قاعده وراه. فبيفضل باصص للساعه لحد ما الساعه تيجي 4، وده لان التحدي بيخلص في الوقت ده. بعدها بيكون الوقت قرب يخلص ولكن القهوه لسه ما جهزتش، فبيضطر ياخد القهوه من قدام الشرطي اللي وراه ده علشان يقدر يكسب التحدي. بعدها الشرطي بيفتكره متسول وبيسيبه، ولما بيطلع الشخص اللي بيكلمه بيقول له انه عدى المستوى السابع بدون قصد، وهو ان كان يسرق حاجه من الشرطه. بعدها الشرطه بتكون بتحقق في جثه الشخص اللي كان في القهوه واللي ما شكوش اصلا انه كان مع إليوت، ده من حسن حظه طبعا. بعدها بيجي الشخص ده وبيسال عن واحد بيحرق الاماكن المقدسه، قصده إليوت يعني، ولكن النادله اللي هناك قالت له انها ما تعرفش حاجه. بعدها إليوت بيدور على البطاقه بتاعته وما بيلاقيهاش، واللي بيكلمه بيقول له انها في المطعم، وبيقول له ان الشرطه لو لقيتها هتتسجن مش اقل من 20 سنه، وده طبعا لو انت ما خدتش اعدام، وده لانه كان اخر واحد مع المقتول. وبيقول له انه لو خلص كل التحديات هيرجعوا له البطاقه. بعدها بيروح علشان يزور اخوه وبيلاقي هناك صديقه، وبيجي له مكالمه بيقول له التحدي الثامن انه يقطع دراع صاحب اخوه يعني مش دراعه هو. فبيروح لصديق اخوه بيقول له انه هيلعبوا لعبه سحريه، واللعبه انه هيعدي الصاروخ ده من على ايده ومش هيقطعها، ولكنه بيعدي من على ايده وبيقطعها. وبعدها بياخده المستشفى علشان يعالجه. وبيجي له مكالمه بيقول له التحدي التاسع انه يضرب الدكتور بالكرسي، وهو بيعمل كده فعلا وبياخد $250,000.
بعدها بيكون رايح لحفله خطيبته عاملاها، وبتجيله مكالمه وهو هناك، وبيقول له التحدي العاشر انه يكسر كل الكوبايات اللي هناك، وبعدها يجيب ورده ويعمل عليها حمام. وبيروح هناك وبيبقى مستغرب وهيعمل التحدي ده ازاي. بعدها بيشوف الشرطه وبيكون مفكر ان هم جايين علشان يقبضوا عليه، ولكنهم بيكونوا جايين علشان اخوه، وده لانه عمل فعل فاضح في الطريق العام. فبتجيله فكره عبقريه، والفكره ان هو يكسر الكوبايات والحاجات اللي هناك بحجه ان هو غضبان على اخوه. وفعلا بيقعد يكسر في الكوبايات، وكمان بيجيب ورده ويعمل عليها حمام، وكل اللي هناك بيكونوا مستغربين ومندهشين من اللي هو عمله. بعدها شخص بيكلمه وبيقول له ان التحدي ال11 انه يسلم نفسه للشرطه، وبيتجنن إليوت فعلا وبيروح يعمل كده. ولكنه لما بيروح هناك بيتهموه بتهم غريبه وحاجات هو اصلا ما عملهاش، وبيعرف ان في حد كمان في تحديات معاه، ولكنه بياخد المسدس من الظابط وبيثبته بيه، وبعدها بيكسر الشباك وبينط. ولكن بعدها بيجيله مكالمه وواحد بيقوله ان في حد في تحديات معاه، وان هو لازم يكسب قبله، واللي الشرطه هتمسكه هيخسر كل الفلوس. بعدها بيقف في الشارع وبيضرب اي حد كان ماسك موبايل، وده لانه مش عارف مين اصلا اللي في التحدي معاه. وبيشوف ست عجوزه فبياخدها وبيروح البيت، وبيتجنن وبيكون مفكر ان هي اللي في التحدي، بس هو بيعرف ان ده غباء مش اكتر. ولكن هو طالع بتقوله تعالى ركب لي حبل الغسيل، وبيعمل لها كده فعلا، وبيجيله رساله انه كسب $1,000,000. وكده ما فضلوش غير تحدي واحد، هو التحدي ال13. ولكنه شاف مجموعه شباب جايين بموتوسيكلات، وبيلاقي واحد منهم بيتكلم في الموبايل وبيقول ان التحدي كان سهل جدا وان هو مستعد للتحدي ال13. وإليوت بيطلع وراه بعربية، وكمان في نفس الوقت بتكون الشرطة بتدور عليه، وده لأنه بقى قاتل في نظرهم. بعدها بيجيله مكالمة من الشخص اللي كان بيكلمه، ولكنه بياخد التليفون وبيرميه بره، وبيشوف العربية ركنت قدام بيت أبوه، وبيكون خايف على أبوه جدا وبيطلع وما بيلاقوش حصل له حاجة، ولكنه بيسمع فيه صوت حد في الحمام. ولما بيخرج بيكتشف إن هو مايكل أخوه، إن هو معاه في التحدي. ولما بيسأله بيقوله إن التحدي إنه يقتل حد من العيلة. إليوت بيتجنن عليه وبيحاول يمنعه، ولكنه بيكون مصر إن هو يكسب، وبيكون عايز يقتل أبوه. وبيعرف كمان من أبوه إن هو شارك في اللعبة دي قبل كده وكسب، وإن آخر تحدي هو نفس التحدي اللي قدامهم دلوقتي، وإنه برضه قتل حد من عيلته، وبيقتل نفسه علشان محدش منهم يقتله. وإليوت كده بيكون عليه إن هو يقتل أخوه أو أخوه يقتله. هو ما بيكونش عايز يقتل أخوه، ولكن أخوه بيطعنه الأول، فبيضربوا إليوت الأول بالسكينة وأخوه بيموت الأول، وبكده يبقى هو اللي كسب. بعدها بنروح للظابط ده وبنعرف إن هو كمان مشارك في اللعبة، ولكن إليوت بيعرف وبيقتله. وراجع بيلاقي إن خطيبته بتكلمه وبتقوله إن في حد كلمها وقال لها تاكل تبانة وهتاخد فلوس، وساعتها إليوت بيعرف إن هو هيعيد الحوار من تاني. وبس كده، وده كان نهاية الفيلم. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وفعل جرس الإشعارات عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي جاية.